مرحبا، هل سبق وفكرتوا بطرق صحية لتفادي العطش خلال شهر رمضان المبارك؟ اتبعوا نظام غذائي صحي ومتكامل لتعويض السوائل المفقودة والفيتامينات والمعادن. استبدلوا الملح بالليمون وابتعدوا تماماً عن المخللات والأطعمة الحارة. والموضوع ذاته بينطبق على المشروبات الغنية بالكافيين مثل الشاي والقهوة، عليكن استبدالها بالزهورات واليانسون والقرفة والزنجبيل. ابتعدوا عن المعجنات والأطعمة المقلية وخففوا من تناول الحلويات. ولتفادي الشعور بالعطش تناولوا اللبن والحليب. ضيفوا أيضاً الخضار والفاكهة لنظامكم الغذائي واشربوا العصائر للشعور بالانتعاش الدائم. من المهم تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والتمر والأفوكادو والمشمش المجفف، بالإضافة للأطعمة يلي بتحتوي على الكربوهيدرات كالحبوب والأرز والقمح والخبز. وأخيراً حاولوا شرب أقله 1.5 لتر من المياه يومياً لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة. رمضان كريم. إذا حبيتوا هالفيديو ما تنسوا تتسجلوا بقناة السومرية على يوتيوب لتتعرفوا كل يوم على معلومة جديدة. تابعونا.